نهار الاثنين اللي فات الاتحاد الافريقي عطى الكره الذهبيه للاعب النيجيري اوسيمين. هذا التتويج خلق واحد الجدل كبير وواحد اللغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وبين اوسط الصحفيين والاختصاصيين في كره القدم، بدعوى ان هذا اللاعب هذا ما كيستحقش هذه الجائزه هذه، وبدعوى ان اللعابه اللي كيستحقوا الجائزه تقصاو بواحد الطريقه معينه. وفي هذا الفيديو هذا غادي نحاول نعطي مجموعه من التفاصيل على الطريقه باش كدار هذه الكره الذهبيه هذه، ونبين السبب اللي خلى بونو انه يتقصى من السباق للكره الذهبيه، وعلاش اوسيمين هو اللي خدا الجائزه في اخر المطاف. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوها كاملين هي ان هذه الجائزه هذه كتعطى بالتصويت، يعني ان الكاف كتعين واحد اللجنه خاصه اللي كتصوت على اللعابه الافارقه اللي تيلعبوا في مختلف الدوريات باش في الاخير تختار واحد منهم اللي غادي ياخذ الكره الذهبيه. وهذه اللجنه اللي كتعين هذا الكاف مكونه من ثلاثه الاركان مهمه. الركن الاول هو واحد اللجنه تقنيه خاصه ديال الكاف، وعلى ما اعتقد هذه اللجنه هذه فيها لعابه افارقه يعني اسماء وازنه في سماء الكره الافريقيه، بحال مثلا اديبايور، بحال نجيطا، بحال خليل فاديغا، كلهم لعابه قدام اللي انضموا لهذه اللجنه هذه، والصوت ديالهم مهم في تحديد الفائز بالكره الذهبيه. الركن الثاني في هذه اللجنه هذه هما الصحفيين الاختصاصيين الافارقه اللي حتى هما كيصوتوا لاحسن لاعب افريقي. والركن الثالث هما المدربين وعمداء الفرق والمنتخبات الافارقه. كل واحد من اعضاء هذه اللجنه هذه كيعطي الصوت ديالو للمرشحين اللي كيشوفهم هو الانسب باش يديو هذه الكره الذهبيه هذه، ومن بعد كيدار الفرز ديال الاصوات وكيتحدد الفائز. حتى لهنا الامور كتبان عاديه، وهذه الجائزه هذه كتبان انها لا تختلف كثيرا على الجوائز الاخرى، بحال مثلا البالون دور ديال فرنسا فوتبول اللي تقريبا كيدار بنفس الطريقه، وبحال مجموعه من الجوائز الاخرى في مختلف مناطق العالم. ولكن ملي كتدخل الموقع ديال الكاف وكتشوف التنظيم ديال هذه المنظمه هذه كتفهم بان الامر اعقد بكثير مما كنت كتصور. في الحقيقه تنظيميا الاتحاد الافريقي لكره القدم داير بحال واحد الارخبيل اللي مكون من مجموعه من الجزر، وهذه الاستعاره هذه صحيحه 100% ملي كتشوف التنظيم ديال هذا الاتحاد هذا، حيت مقسم لسته ديال لي زون. لا زون الاولى هي لا زون نور، المنطقه الشماليه اللي فيها المغرب، الجزائر، تونس، مصر وليبيا. كاينه المنطقه الغربيه الف اللي فيها السنغال، فيها موريتانيا، فيها غينيا بيساو، فيها غامبيا. كاينه المنطقه الغربيه باء اللي فيها الكوت ديفوار، فيها غانا، فيها بوركينا فاسو، فيها البنين. كاينه المنطقه الوسطى لا زون سونترال اللي فيها الكونغو برازافيل، فيها تشاد، فيها افريقيا الوسطى ودول اخرى. كاينه المنطقه الوسطى الشرقيه لا زون سونترال ايست اللي فيها اثيوبيا، فيها البوروندي، فيها جيبوتي، وفيها مجموعه من الدول الاخرى. وكاينه المنطقه الجنوبيه اللي فيها جنوب افريقيا، فيها بوتسوانا، سواتيني، جزر القمر، مدغشقر وغيرها من الدول. يعني تنظيميا داخل هذا الاتحاد القاري اللي المفروض انه كيمثل القاره كامله، فيه واحد التجاذبات وفيه واحد التدافع اللي هو مناطق، وهذا الشيء مؤثر بزاف خاصه في اسناد تنظيم المسابقات القاريه لمجموعه من الدول معينه، لان هنا كيبان داك الصراع المناطقي وكل منطقه كتجر عندها. الا كيحسب لك بان هذا هو التصادم والتجاذب الوحيد اللي كاين داخل هذا الاتحاد القاري فانت واهم، لان كاين واحد الصراع اخر قوي ومهم وخفي اللي هو صراع شويه انجلو ساكسوني فرانكوفوني، لان الدول الفرانكوفونيه ناطقه بالفرنسيه واللي كل عندها واحد الماضي استعماري عنده علاقه بفرنسا، كتشكل واحد اللوبي داخل الاتحاد الافريقي سواء في التنظيم ولا حتى في الجوائز ولا في اللي بغيتي. وفي الجهه المقابله كاين واحد التنظيم ولا واحد اللوبي ديال الدول الانجلو ساكسوني اللي عندها واحد الماضي استعماري بريطاني، واللي حتى هي كتشكل فيما بيناتها واحد اللوبي باش تدافع على المصالح ديالها داخل هذه الكونفدراليه الافريقيه هذه. وهاد جوج الاقطاب الكبرى كتنصب راسها في مواجهه القطب نقدروا نسميوه ديال شمال افريقيا اللي عنده واحد بعد عربي، لان الدول هذه عندنا بزاف ديال الحوايج المشتركه بما فيهم اللغه العربيه الحاضره في الدول هذه، وهذه حقيقه ما يمكنش يغيرها الانسان. يعني انه في اي مساله فيها التصويت داخل هذا الاتحاد الافريقي هذا خصنا نرجعوا دائما لهذه المساله هذه وناخذوها بعين الاعتبار، لان واحد المساله اللي متعلقه بالتكتل وباللوبيين. ملي كتشوف مثلا هذه المناطق الفرنكوفونيه يعني بزاف ديال الحوايج المشتركه بما فيهم حتى العمله النقديه، لان عندنا جوج عملات نقديه، وحده كتجمع 8 دول والاخرى كتجمع 6 دول كلهم سميتهم الفرنك الافريقي. فخصك تعرف بان هاد الناس هادو متضامنين مع بعضياتهم الى ابعد الحدود، وان العلاقات اللي بيناتهم عميقه جدا في جميع الامور كما كانت بما فيها الامور الرياضيه. والا بغيتي مثلا تنافس مع واحد منهم فخصك كاملين تجيبهم حداك، والا فانك غادي تخسر. هاد التجاذبات كاملين والتدافعات اللي كاين داخل هذا الاتحاد القاري خرجوا للعلن مؤخرا ملي تاسست رابطه الانديه الافريقيه. الاجتماع كان في مصر اللي هو المقر ديال الكاف، واللوبيين ديال الدول الانجلو ساكسونيه ضغط بواحد الشكل قوي جدا باش انه يدي المقر ديال هذه الجمعيه ولا ديال هذه الرابطه هذه لكينيا. يعني ان هاد الناس هادو ولاو حتى هما تيتكتلوا تيفرضوا الراي ديالهم باش انهم
ياخذوا شي مكتسبات لراسهم وما بقاوش ديك الورقه الجوكر اللي كيلعبوها الدول الكبرى في القاره في المصالح ديالهم واللي تيجيبوها عندهم. وبهذه الوتيره باش غدا الامور حاليا انا ما كنستبعدش بانه مستقبلا على الامد القريب ولا المتوسط على اقصى تقدير حتى هذاك الاتحاد الافريقي اللي المقر ديالو كاين في القاهره غادي تنقل واحد الدوله من هاد الدول هادو، وبنفس هاد الطريقه هذه ديال الضغط وديال اللوبيين داخل هذا الاتحاد هذا. يعني ان هذا التصويت على الجوائز داخل الاتحاد الافريقي ولا على الملفات المرشحه لتنظيم البطولات القاريه يبان ظاهريا انه تصويت رياضي، ولكن لا راه واحد التصويت اللي فيه عوامل اخرى تتداخل فيها ما هو سياسي ما هو اقتصادي وبحسابات اخرى كبيره غادي تغير مستقبلا موازين القوى داخل هذا الاتحاد الافريقي هذا. من جهه اخرى انا شخصيا ما تفاجأت ان ياسين بونو ما خداش هذه الجائزه هذه لعده عوامل. العامل الاول هو انه حارس مرمى، وكاين واحد الطوندونس مؤخرا في جميع الجوائز العالميه انهم يخصوا جائزه خاصه بحارس المرمى، وكما سبق لي ذكرت في الحلقه اللي خصها الحارس ليفياشين راه صعب جدا مستقبلا ان حارس مرمى ياخذ الكره الذهبيه كافضل لاعب. وكما قلت لكم بداو تيحشرون في واحد الزاويه ضيقه وصغيره ديال تعطيهم داك القفاز الذهبي ولا ديك الجائزه الخاصه بالحارس فقط باش انهم يخرجوا من الباب الواسع من هذا الصداع. اضافه لهذا الشيء ما خصناش نسوا بان حنا كمغاربه كنا بدون قصد منا سبب في اقصاء ياسين بونو، لان كانوا بزاف ديال المرشحين مغاربه لهذه الجائزه هذه، وهذا الشيء غيخلي الاصوات ديالنا وديال الناس المتعاطفين معنا تنقسم في ظل انه ما كاينش شي توجيه من الجامعه الملكيه لكره القدم للتصويت لواحد من اللعابه ديال المنتخب على حساب الاخرين، لان هذا الشيء غادي يخلق حزازات وصراعات، وهذا الشيء ما يقدرش يدار تحت الطبله لان غادي ينكشف في اخر الامر، وكما قلت لكم غادي يجبد واحد الصداع كبير. داك الشيء علاش بقات الامور كما هو عليه، وكلشي صوت بالعاطفه ديالو وصوت بشكل شخصي وبشكل ذاتي للشخص اللي كيشوفوه هو الانسب. وهذا الشيء خلى الاصوات ديالنا كمغاربه والاصوات ديال الناس اللي متعاطفين معنا واللي بغاو اللعيبه ديالنا انها تشتت وما تمشيش للاعب واحد. اما كون من الاول يعني كان لاعب واحد راه كانوا المغاربه يحسموا هذه الجائزه هذه، لان راه ما كاينش شي انجاز كما بغى يكون يضاهي انك وصلتي لنصف نهائي كاس العالم لاول مره في تاريخ القاره. راه ما كنهضروش على الربوع اللي سبقونا ليه الكاميرون والسنغال وغانا، ما كنهضروش على الثمن اللي تقريبا كل دوره فيه واحد المنتخب افريقي، كنهضروا على نصف النهائي، كنهضروا على المربع الذهبي، كنهضروا على واحد الاشاعه كبير جدا لافريقيا والاسم ديال المغرب بصفه عامه عالميا. يعني راه ما بقاتش بالانجازات، بقات فقط كما قلت لكم بهذا التشتت ديال الاصوات، لان حتى وطنيا مثلا لا الصحفيين لا المدرب ديال المنتخب الوطني لا المغاربه اللي كاين في ديك اللجنه التقنيه ديال الكاف ربما ما اتفقوش على شخص واحد باش يصوتوا عليه، كل واحد غيصوت بالشكل اللي بغا. وافريقيا غادي يكونوا الناس اللي مثلا تبهروا بداك الانجاز المغربي وشافوه هو اللي كيستحق انه ياخذ الجائزه، ولكن كاين اللي غيصوت للحكيمي، كاين اللي غيصوت للزياش، كاين اللي غيصوت للبونو، كل واحد لمن غادي يصوت. هادشي خلى بان الاصوات ديالنا تشتات، وخلى بان اوسيمين يبقى هو المرشح للافضل السوغان فوتوي، لان حتى هو دار واحد الانجاز مهم جدا. وفاش كنجبدوا اوسيمين بزاف ديال الناس كيبخسوا الفوز ديالو بالجائزه، وانا بكل موضوعيه كنشوف بانه يستحق الجائزه. الى حيدنا دوك الحسابات ديال كاس العالم وهذا وهضرنا بمنطق اخر، راه اوسيمين هو احسن لاعب افريقي في السباق ديال الكره الذهبيه، جا هو الثامن. بونو راه جا غير في المرتبه 13. طبعا ما كنقولش بانني ما بغيتش بونو يربح، راه كما قلت لكم باش توصل لنصف النهائي ديال كاس العالم في سابقه تاريخيه للقاره راه صافي خصنا نحبسوا النقاش، ما نزيدوش شي حاجه اخرى. اما الا زدت لك بانه ربح اليوروبا ليغ مع اشبيليا وكان حاسم وهذا راه ما بقاش شي نقاش. ولكن اللي كنقول هو ان اوسيمين حتى هو دار واحد الانجاز مهم جدا، لان في واحد البلاد اللي نابولي هذه 30 سنه ولا اكثر مع مره ربحت اللقب، وجيتي انت مع واحد الجيل زوين وربحت جبتي لهم اللقب وساليتي كهداف ديال البطوله، راه انجاز حتى هو يحترم. ماشي السيد تقطر به السقف وربح الجائزه. يعني انا الفوز شويه منطقي الا جيتي تشوف حسابات اخرى، ان هادشي راه غير حسابات. هذاك الشخص اللي كيصوت انطلاقا واحد القناعه شخصيه من واحد الحسابات كيديرهم هو، تيقول لك هذا كيستحق وهذا ما كيستحقش.